موضوع مرتبط بالتربية على استعمال الطريق، كيفاش نستعملوا الطريق. البارح انا خارج في العشية غادي في الطريق، قدام واحد الثانوية، نذكر المكان في سيدي غيات اقليم الحوت، فاذا به واحد المجموعة ديال التلاميذ نظرا لظروفهم ربما ما عندهمش النقل المدرسي، ما بعيد عليهم، جاو وتلاحوا ليا قدام السيارة يعني باش نوقف. وهذا سلوك يعني خص يتعاد فيه النظر، خص الناس يشوفوه. يعني هذا اللي يحلوا المشكل التلاميذ، لان التلاميذ راهما دراري صغار ربما يعني ما عارفينش النتائج ديال هذاك التصرف، او لا ما مقدرينش يعني كيما خصهم يقدروا هذاك التصرف، كيفاش انه يتلاح قدام ويجي قدام السياره او لا حافله ولا علاش، لانه ربما غيتاخر او ربما كاين ظلام او. فهذه مناشده لهذوك الجماعات المحليه، الناس اللي كيسيروها، انهم يوفروا النقل المدرسي للتلاميذ سواء ذكور او اناث، ويقربوه يعني المنازل، التجمعات السكنيه خصو يقرب ليها هذاك، باش ما يبقاش حتى واحد يخاف على ولادو، ولا ما يبقاش حتى يكون المشكل ديال الهدر المدرسي اللي تكلمت عليه في واحد الفيديو سابق. كذلك لاحظت بالنسبه للدراجات الناريه، الناس صحاب الدراجات الناريه بالخصوص هادو، انهم فقدوا البوصله، ما بقينا كنعرفوهم. ويعني حنا دابا اختلط علينا الامر، فاش كتكون غادي بالسياره ديالك ولا غادي على رجليك كيختلط عليك الامر، ما بقاش كتعرف واش كاين قانون السير ولا ما كاينش، واش الناس عندهم يعني كيحكموا العقل ديالهم في الطريق او لا. اذا هذه ثاني كنشوف ان الوزارتين ربما ديال التجهيز وديال الاعلام ديال الاتصال وهذا، انهم يبداو يديروا وصلات اشهاريه في التلفازه. التلفازات علاش دايرينهم التخربيق؟ يكونوا وصلات اشهاريه باش عباد الله يعرفوا واش كيديروا، اللي بغى يستعمل الطريق يعرف اش كيدير. وراه هادشي بزاف، لان الناس صافي راه فقدنا، ما بقينا عرفنا الصح من الخطا، البوصلات فقدات في كلشي. الناس كيهضروا على القانون كذا راه حتى في الطريق راه حتى هذا قانون، والناس ما بقاوش كيعرفين شنو الصح ولا الغلط. تحياتي.